قصص أطفال قبل النوم. قصة بائع الأقلام. تأليف وصوت إيمي مصطفى. في يوم من أيام العطلة الأسبوعية كان الجو مشمسا ولطيفا. قرر عمر وأبيه زيارة الجد والجدة وقضاء اليوم معهما. وأثناء الطريق وقفت السيارة في إشارة المرور، وفي أثناء انتظارهما لفت نظر الأب وعمر وجود طفل صغير في الشارع، ثيابه قديمة وبسيطة ومعه صندوق من الأقلام يريد بيعها. لاحظ الأب أن الولد عرض أقلامه على أكثر من سيارة أمامه، وأصحاب السيارات وجدوا الأقلام ليست بالجودة المطلوبة فرفضوا شرائها. إشارة المرور تحولت للون الأخضر قبل أن يصل الولد لسيارة عمر وأبيه ليعرض بضاعته عليهما. انطلق الأب في طريقه وهو متأثر بملامح الحزن والإحباط على ملامح الولد لأنه لم ينجح في بيع ما معه من أقلام. فرحت الجد والجد كثيرا بزيارة ابنهما وحفيدهما عمر، وجهز لهما ما لذ وطاب من الطعام والحلويات. انتهت الزيارة وبدأ عمر وأبيه رحلة العودة إلى المنزل. أثناء الطريق مر عمر وأبيه على نفس المكان الذي كان الولد الصغير يحاول بيع أقلامه. وجد الأب بائع الأقلام الصغير يجلس في انتظار أن تتحول إشارة المرور للون الأحمر، فتتوقف السيارات فيبدأ عرض أقلامه على سائق السيارات. قال عمر لأبيه: ما رأيك يا أبي أن نعطيه نقوداً بدلاً من شراء أقلامه رديئة الصنع؟ رد الأب عليه: يكفيه شقاء أنه ترك التعليم ويبيع الأقلام لمساعدة أسرته. الأفضل أن نشتري ما معه من أقلام. لو أعطيناه نقودا حولناه إلى متسول ويظل هكذا دائما، لكن لو اشترينا منه بضاعته حتى لو لم تكن جيدة كفاية حولناه إلى تاجر صغير. بعد سنوات قد يصبح تاجرا كبيرا ينفع نفسه ويفيد المجتمع. وصل عمر المنزل وهو يشعر بالرضا والسعادة أن الله أكرمه بأسرة وبيت وحياة تحقق له الأمان، وأن تعب المذاكرة أسهل كثيرا من تعب الولد بائع الأقلام. شكر عمر ربنا على هذه النعمة وتوقف عن الشكوى الدائمة من تعب المذاكرة. ولغاية هنا الحدوتة خلصت، حلوة مش ملتوتة، وتصبحوا على خير يا حلوين.